ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ايوه عارف اتأخرت في تنزيل الفيديوهات بس هانت ده لان ميدات الكلية هتخلص يوم 15 وجس وات ده اليوم اللي هينزل فيه فيديو ازاي بدأ الجيمنج في مصر. ولو ما تعرفش فانا بحب اتكلم عن الجيمنج واطور العاب كمان، فلو مهتم ما تنساش تشترك في اللينك اللي في الديسكربشن. نرجع لموضوعنا. تفتكروا ممكن يحصل ايه لو سبايدر مان اتخلى عن مبادئه والانتقام هو اللي بيحركه عشان يشبع غضبه؟ لو عايز تعرف انا بتكلم عن ايه كمل الفيديو للاخر، ولو عجبك ما تنساش ان اللايك بيساعد. لو انت لسه جديد في القناه فانا هنا بتكلم عن قصص الكوميكس والمانجا وشخصياتهم. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. من غير كلام كتير خلونا نبدا. قصتنا النهارده هترجع لاحداث افنجر سيفل وور، الحرب الاهليه اللي ما بين كابتن امريكا وايرون مان. حرب كان مشترك فيها سبايدر مان، حرب مميتة كانت قربت تبيد مدينة نيويورك بالكامل. وسط الأنقاض والدمار كابتن أمريكا كان خلاص هيهزم ايرون مان ويعلن استقلال الأبطال، ولكن للأسف كابتن أمريكا بيعلن استسلامه في اللحظات الأخيرة ويطلب من فريقه إنه يستسلموا، لأنه أدرك إن الحرب دي مش هتأذي غير المدنيين المسالمين. وده بيوصلنا لسبايدر مان. أسوأ خطيئة ارتكبها سبايدر مان في أحداث سيفل وور هي إنه كشف عن هويته، وكده وشه بقى مكشوف لكل أعدائه حتى عيلته. بعد نهاية الحرب بيرجع سبايدر مان للبيت وبيلاقي حبيبته ماري جين وعمته مي قاعدين مستنيينه عشان يستقبلوه. بيتر بياخدهم بالأحضان، ولكن فجأة وأثناء كلامهم طلقة بتخترق الزجاج. سبايدر مان بيحاول يحمي ماري جين، ولكن الطلقة بتلاقي طريقها في بطن عمته مي واللي بتسقط على الأرض مغمى عليها. سبايدر مان بيتفزع وبيجري بكل سرعته لبره. بيتر بيمسك الشاحنة وبيحدفها بكل قوته ناحية القناص. القناص بيشوفها وبيتفزع. الشاحنة بتسبب انفجار ضخم، لكن القناص بيقدر يتفاداها وبيقدر يهرب من المبنى. ماري جين بتحاول تتصل بالإسعاف عشان يجوا ياخدوا العمة مي، لكن بيتر بقلق بيقول مفيش وقت. بيشيل عمته مي وبيطير بقى بسرعة للمستشفى. عمته مي بتصحى لثواني وبتقول له بيتر سيبني ما تظهرش هويتك للعمة. بيتر بيعيط وبيوصل للمستشفى وبيسيب عمته هناك. الدكتور بيهلع وبيقول إنها فقدت دم كتير. بيتر واقف بره على الشباك سامعهم وهما بيقولوا إن احتمال نجاتها مستبعدة، والدموع بتنزل من عينيه وبيبقى مش عارف يتصرف. وسط دموعه بنشوف على وشه علامات الغضب، بيجز على أسنانه بيقول لنفسه كفاية كفاية. وبيتر بأقصى سرعة لأعلى نقطة في مدينة نيويورك. هناك بيطلع بدلة مختلفة عن بدلته الأصلية، البدلة اللي ما كانش المفروض يلبسها تاني، البدلة اللي بتمثل جانبه السيء، جانبه الشيطاني. بيلبس بدلته السوداء، ووسط كل الأمطار دي بيقسم على إنه هينتقم من اللي عمل كده في عمته مي. بيتصل على ماري جين، بترد عليه وبتقول له العمة مي في خطر، العمة مي محتاجاك جنبها يا بيتر. بيتر بيرد بحزن بيقول مش هعرف أرجع دلوقتي. ماري جين بترد وبتقول له عارفة، روح وانتقم من اللي أذوا العمة مي. بيتر بيقفل عليها التليفون وينطلق في شوارع مدينة نيويورك، وبيوصل لمقر مجموعة من القناصين والقتلة ويقتحم عليهم المكان من السطح. وهو بيسأل سؤال واحد بس، مين فيكم المسؤول عن إطلاق الرصاص على العمة مي؟ الكل بيتغاظ من وجوده، بيطلعوا أسلحتهم وبينقضوا عليه بكل الرصاص فاكرينه سبايدر مان القديم. لكن بيتر مش بيتهاون وبينهال عليهم بالضرب واحد ورا التاني، ومش بيكتفي بكده ولكنه كمان بيصب غضبه عليهم وبيكسر عظم كل واحد فيهم. كل ده والغل في عينيه وما بيرددش غير حاجة واحدة بس، مين فيكو اللي ضرب الرصاصة على عمة مي؟ بعد فترة قصيرة بيكتشف فعلا ان هما ما يعرفوش اي حاجة. بيقرر يسيبهم ويمشي، وكل ده وهي عمته في المستشفى. ومع كل دقيقة بتمر بيتر غضبه بيزيد. بيتر بيلف نيويورك وبيمسك كل مجرم وبيحاول يستجوبه. في محاولة منه وهو بيخوف واحد من المجرمين بيرميه من على السطح وبيلتقطه بشباب وبيسأله سؤال واحد، مين الجبان اللي ضرب النار على عمتي؟ ليه أقحمتوا الناس البريئة في قتالنا؟ هنا المجرم بيعترف له بمكان القناص اللي قتل عمته. بيتر بيسيبه متعلق وبينطلق بأقصى سرعة لمكان القناص. بيلاقيه بالصدفة في المترو وهو بيحاول يهرب من نيويورك. بيتر بيلمحه من بعيد وعيونه ناحيته بتكون كلها غضب كأنه عايز يموته دلوقتي. بيحاول ينقض عليه لكن القناص بيرتبك وبيطلع الرشاش وبيحاول يقتل بيتر بالرصاص، لكن بيتر بيتفادى وهو بيضحك وبيقول انت اصلا ميت من اللحظه اللي فكرت فيها تطلق الرصاص على عمتي مي. الراجل بيتفزع وبيتر بيبعد ايد القناص وبيبص له بكل رعب وبيكسر دراعه. بيتر بيكمل وبكل غضب بيقول له ارفع الرشاش بايدك التانيه، اديني سبب ان اكسر دراعك التاني. القناص بيرفض. بيتر بيتخلى عن كل قناعاته وبيخلق قناعه للقناص. بيتر بيبص له بكل غضب، بيخوفه حرفيا، بيقول له انت مش سهل عليك انك تبص في عيون الضحيه، مالك ما بتتكلمش ليه؟ قطه اكلت لسانك؟ انا هقتلك بس بعد ما اعرف مين اللي عينك عشان تقتل العم مي. ويا ترى لو خفيت هويته هتقدر تستحمل العذاب اللي هعمله فيك؟ القناص بيبص في عيون بيتر وبيعرف انه خلاص بقى وحش بطل. القناص بيبص له وبيعترف مين هو اللي اجره، هو مستر فيسك او كينج بن.
كل ده وكينج بين قاعد في زنزانته، بيجيله مكالمة بيرد عليها: أهلا، أقدر أساعدك إزاي؟ هنا بيسمع صوت سبايدر مان وهو بيردد: تقدر تموت. هنا بيتر بيوصل المستشفى وبيحضن ماري جين وبيودع عمته مي، بيقول لحبيبته ما تستنوش إنه هيتأخر النهاردة. نشوف على أعتاب سجن نيويورك ونشوف كينج بين وهو بيلبس بدلته المشهورة اللي لونها أبيض مستعد لمعركته المحتومة. بيتمشى كينج بين في السجن بكل هبة، المساجين حواليه حاسين إن في حاجة هتحصل، كلهم بيتجمعوا عشان يشوفوا الحدث الرئيسي. فجأة بنسمع صوت خبط في سطح المبنى، وهنا بنشوف سبايدر مان وهو نازل من السقف قدام كينج بين وبيقول له: هي دي نهاية الطريق يا فيسك، أنا وأنت دلوقتي. كينج بين بيرد بابتسامته المزعجة: أنا ما كنتش أتوقع إن معركتنا الأخيرة هتكون في المكان الحقير ده، كنت بتمنى إنها تكون في مكان شاعري أكتر، لكن ده ما يهمش، على الأقل عندنا جمهور يكون شاهد على قتالنا سوا. مش صح يا بيتر باركر؟ بيتر ما بيردش، وده بيعصب الكينج بين. بيكمل كلامه وبيقول له، لكن بيتر بيكسر كلامه وبيسدد له ركلة قوية بترجعه لورا، وهنا بيبتدي ينهال عليه بالضرب، بيسدد له مجموعة من اللكمات بتخلي مناخيره تنزل دم. كينج بين بيرجع لورا وبيبص له ومش مصدق ان دي قوة سبايدر مان، ولكنه بيتماسك وبيبص لسبايدر مان وبيقول: واضح ان صديقنا تخلى عن حسه الفكاهي، ما تبقاش جواه غير الانتقام. ده غريب نوعا ما، لان وجودك في حد ذاته هو سخرية من الابطال. انت تخليت عن كل حاجة كنت مؤمن بيها وحولت كل اللي تعرفهم لضحايا، اللي اتبقى لك غير حسك الفكاهي يا مستر باركر. ولكن هنا سبايدر مان بيفاجئه تاني بمجموعة من اللكمات، واللي من قوتها بتهشم راسه واللي بتخليه على الارض وبتخليه ينزف الدم. وهنا كينج بين بيدرك ان سبايدر مان مش هيتهاون معاه، بيتغاظ وبيطلب من بيتر انه يرد عليه. هنا سبايدر مان بيقول له تمام، وهنا بيتر بيقلع قناعه وبيقول: انا مش جاي اقتلك. بيقلع زيه وبيجري على كينج بين في غضب وبيسدد له لكمه قويه بتهشم فكه بالكامل، وبمنتهى القوة بيشيله وبيهبده على الأرض. وبيتر بيقول: المرة دي مفيش نكت، مفيش حركات بهلوانية، مفيش شباك، مفيش غيري، مفيش غير أنا وأنت. بيتر بيسدد مجموعة من اللكمات قوية جدا لوش كينج بين لدرجة إنه بيكسر مناخيره والدماء بتتناثر في كل مكان. بعد ما بيتر بيحس بالملل بيشيله وبيرميه الناحية التانية من القاعة كأنه ولا حاجة. بعدها بيتر بيقرب منه وهو راكع على الأرض في حالة لا يرثى لها. بيتر بيكمل بيقوله: انت نسيت حاجة يا فيسك، حاجة كان المفروض تفتكرها قبل ما تأذي ست عجوزة، ست ما تقدرش تدافع عن نفسها. على الرغم من كل فلوسك وكل شرك وقسوتك، انت ما عندكش قوة حقيقية، انت مجرد بشري عادي. انت في النهاية مجرد رجل سمين معرفش حدوده، انت مجرد بالونة مستنية الدبوس اللي هيفرقعها، وانا الدبوس ده. كينج بين بيتغاظ بيحاول ينقض على سبايدر مان ويبخته، لكن بيتر بمنتهى الهدوء بيتفاداها. وهنا بيتر بيستخدم قبضته الاتنين وبيسدد له لكمة قوية. كينج بن بيتغاظ ويقول: اقسم اني سوف اقتلك. كينج بن بيتغاظ وبيقسم ان هيقتله، لكن بيتر بيرد عليه بيقول له: فوق يا فيسك، اقف على رجليك. فيسك بيقول له: اذهب الى الجحيم. لكن هنا بيتر بيقطعه وبيمسكه من صدره وبيبدأ يلطش له يمين وشمال. مع كل قلم بياخده بنسمع صوت ارتطام، صوت بيرعب كل المساجين اللي بيشهدوا المعركة دي، والأول مرة بيشوفوا الجانب القاسي من سبايدر مان. كينج بين بيصرخ من الألم، وشه حرفيا اتحول لكيس ملاكمة مليان بالكدمات وما يقدرش يرفع ايده حتى. بعدها بيتر بيمسكه للمرة الأخيرة وبيقول له: قلت لك إنك مجرد بالونة، وبيحط ايده ناحية بقه وبيقول له: لو أطلقت شباكي دلوقتي هتملى رئتيك خلال 3 ثواني. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تنقذك منها هي عملية جراحية يستأصلوا فيها رئتك كلها. لو قدروا يوصلوا لك في الوقت المناسب قبل ما تختنق من نقص الأكسجين. هنا بنشوف علامات الفزع بتظهر على عيون كينج بين والمساجين اللي بيقول في صدمة: ايه؟ بيتر بيشيله وبيرميه على الحيطة بكل سهولة. بعدها بيقرب منه. بيتر بيكمل بيقول: اوه فيسك، ما تقلقش، انا مش هقتلك. انت علمتني حاجة عن القسوة والتوقيت. انا عملت حاجة اسوأ من اني اقتلك، انا كسرتك. كل المساجين عرفوا حقيقتك، انك مجرد بشري عادي، وانهم هيقولوا لاصحابهم اللي حصل، والكل يعرف اني هزمتك وهيخافوا من اللي هعمله فيهم لو قربوا من عيلتي. بيتر بيقرب من كينج بين وبيهمس في ودنه وبيقول: اللحظة اللي هتموت فيها عمتي أنا هاجي وأقتلك. اللحظة اللي هتموت فيها عمتي أنا هرجع وهننهي اللي بدأناه. صدقني يا فيسك، مفيش أبدا حاجة تقدر تعملها عشان توقفني. صدقني، هما 3 ثواني بس وأقسم لك إن أنت هتكون في عدد الموتى. بيتر بيبص للمساجين بكل غل وبيقول: أما أنتم فخدوا عبرة لنفسكم. أي حد فيكم هيقرب لعيلتي أو أي حد عزيز عليا هيحصل لكم زي اللي حصل له، واني هقتلكم بأبشع طريقة ممكنة. المساجين عينهم كلهم في الأرض ومحدش قادر يفتح بقه. بعدين بيتر بيخرج من المبنى وهو بيتسلق شباكه وبيقول: افتكر كلماتي يا فيسك، لو ماتت عمتي انت هتموت. بيمشي سبايدر مان، وهنا بنشوف كينج بين وهو بيحاول يقوم بجسده المكسور بعد ما اتكسر نفسيا وجسديا. كل المساجين بيبصوا له باحتقار،
بعد ما اكتشفوا في الحقيقة إنه مجرد راجل ضعيف. وبس كده، في النهاية حابب أقول جاست كده بيس.